ازيكم عاملين ايه؟ النهارده سريعا كده عندنا مراجعه ريفيو على كل اللي اخدناه في التدريب القياده المره اللي فاتت، تمام، مع عميله. فانا هختبرها النهارده وهنشوف بقى هي استوعبت مني المره اللي فاتت ولا نسيت كالعاده. هنشوف بقى الكلام ده دلوقتي. ملحوظه بقى، انا عايزه اقول لكل حد عايز يتدرب تعليم قياده سيارات، الكلام ده طبعا للبنات بس، يبعت لي مسج او يكلمني او يسيب كومنت وانا هتواصل معاه، وهسيب رقم التواصل في الفيديوهات اللي انا بنزلها. طبعا اللي مش عارفني فانا هبه جابر، بقدم محتوى فويس اوفر واذاعه، بس انا لاول مره بعترف وبفاجئكم بتعليم قياده السيارات. يا ريت بقى يا جماعه نتفاعل كده مع الفيديوهات بتاعتي عشان الريتش واقع جدا يعني، فحرام. بس تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل مع العميله دي. يلا بينا دلوقتي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هي ناويه تطلع من الركنه، يلا هتكسر بقى ايه كل الدركسيون كله جوه. طب كويس والله ان هي فاكره الخطوات، وهترجع ورا سنه سنه عشان هي بتوسع. انا قايله لها اعملي الخطوه دي ثابته في كله عشان ما تتلخبطش. حلو، هتكسر ايه زي ما انتم شايفين كده كله على بره، وهتجيبي دي، ولو انت مانوال هتجيبي الاول طبعا، وهتبتدي تتحرك واحده واحده. بس هي في عربيات وراها فهي بتبص في المرايه عبال ما الدنيا تفضى وهتطلع، لان هي للاسف انا مطلعاها في طريق، يعني هي طالعه من الركنه في طريق مفتوح. يلا اطلعي واحده واحده كده. ايوه وانت طالعه كده لمي دريكسيون، لمي بقى لمي. برافو برافو برافو. بس ايه احساسك في الركنه ولوحدك؟ حلوه جدا بجد. لا قولي لي ايه اللي حصل وانت بتركني وانت بتطلعي. اتوترت قوي بس عملتها صح الحمد لله. انا اكتشفت ان التوتر بيجيب معاكي نتيجه. بمشي بالعكس. لا بعد كده انزل من العربيه. انت تعاملي لوحدك بعد كده. لو جاي اركب تقول لي انت مين، يعني لو خلاص بقى.